انت كأب او انت كأم اكيد حد من عيالكم ممكن يكون عنده انيميا، او انت في حد ذاتك ممكن تعرف حد عنده انيميا، او انت ذات نفسك ممكن يكون عندك انيميا وعايز حاجه تخلصك من المشكله دي بشكل سريع وبعيد عن الادويه. فعشان كده النهارده هنتكلم عن 10 حاجات طبيعيه طبعا هتخلصك من الانيميا بشكل سريع. فعشان كده يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لعلكم في خير واحسن حال. الانيميا بشكل بسيط في منها انواع، واشهر نوع منها اللي هو نقص الحديد في الجسم. انيميا نقص الحديد في الجسم ببساطه كده شديده ان كميه الحديد اللي جوه الجسم قلت، او ان الطلب على الحديد جوه الجسم زاد. يعني ايه؟ في حاجه في الجسم اسمها هيموجلوبين، والهيموجلوبين ده بيربط الغذاء والاكسجين عليه ويروح متشعبط على كرات الدم الحمراء، يروح واصل لكل سنتي وكل خليه في الجسم عشان يديله التغذيه. وقت ما الحديد بيقل معاها الهيموجلوبين. كذلك الامر وقت ما ان كميه الدم كلها في الجسم او لترات الدم في الجسم قلت، برضه الهيموجلوبين قل. مثلا معاك كوبايه او ازازه فيها 5 لتر ميه ده ونقصت منهم شويه كده، برضه انت عندك انيميا بسبب ان كميه الدم اللي بتوصل للهيموجلوبين دي قلت. كميه الدم دي بتنقص بسبب مشاكل معينه زي النزيف، او ان خروج كميه دم كبيره اثناء الدوره الشهريه عند الست، او في امراض معينه. كذلك الامر ممكن الحديد جوه الجسم ما بيبقاش مقضي، يعني الجسم بيحتاج كميه اكبر من الحديد. زي في حالات الحمل، الستات اثناء الحمل بتعوز كميه حديد اكبر عشان كمان الجنين. كمان قلنا من شويه ان الانيميا ليها اسباب كتير جدا، مش نقص الحديد بس، برضه من اسبابها دي له نقص فيتامين ب 12 ونقص الفوليك اسيد، ودول من الحاجات الاساسيه لانهم بيساعدوا في تكوين كرات الدم الحمراء، ومع نقص كرات الدم الحمراء بتدخلنا في الانيميا. طب ايه اعراض الانيميا كده بشكل سريع؟ اعراض الانيميا اللي هو الدوخه والصداع والزغلله وعدم القدره على التركيز، وكمان شحوب الجلد وتكسير الاظافر، وكمان ممكن يتطور الامر الاغماء. كون الانيميا عامه منتشره وملحوظه بشكل كبير في الاطفال والعيال الصغيره والستات اثناء فتره الحمل. طب ايه هم ال10 اكلات دول اللي احنا عاملين عليهم الفيديو عشان تعالج بيهم الانيميا؟ اول حاجه فيهم الكبده. الكبده من احسن واقوى الحاجات اللي ممكن تعالج بيها الانيميا. الكبده ما هي في الاخر الا دم مجمد بشكل معين، وهي بدل دم مجمد يعني فيها كميه حديد كبيره، وكمان فيها فيتامين ب 12 وفوليك اسيد وباقي مكونات الدم، وتعتبر مصدر كويس جدا 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 لفيتامين ب 12 وكمان الحديد. عشان كده تعتبر من احسن الاختيارات في علاج الانيميا. ثاني نوع السبانخ. الخضار وبالذات الغامق منه بيوفر لك كميه حلوه من الحديد، بالذات السبانخ دي من اقوى الحاجات اللي ممكن توفر لك حديد. بس خلي في بالك انك ما ينفعش تعتمد على الحديد اللي جوه الخضروات دي كمصدر اساسي انك تعالج به الانيميا، لان الحديد اللي جاي من الخضروات مش بيمتص بشكل كويس زي اللي جاي من مصدر حيواني زي الكبده واللحمه وغيرها. ثالث شيء البنجر. البنجر كويس جدا جدا ان فيه كميه كبيره من الحديد، وكذلك الامر فيه الفوليك اسيد، والاثنين دول احنا بنحتاجهم في علاج الانيميا، واللي بتحصل اصلا الانيميا بسبب نقصه. كذلك الامر ان البنجر فيه مغنيسيوم وفيه الزنك وفيه فيتامين بي 6، فالبنجر يعتبر اختيار كويس جدا في علاج الانيميا، فممكن تشربه كعصير او تحطه في السلطه وتاكله معاها، فهو هيساعدك برضو انك تتخلص من الانيميا بشكل سريع. رابع حاجه اللحمه، سواء اللحمه الحمراء او لحمه الفراخ، بس هو اللحمه الحمراء فيها نسبه الحديد اكبر بكتير من لحمه الفراخ، غير كمان ان فيها فيتامين ب 12 ودول برضو مهمين زي ما قلنا لعلاج الانيميا. كذلك الامر فيها الزنك، فتعتبر اللحمه الحمراء اختيار كويس جدا عشان تعالج به الانيميا. خامس نوع السمك، وبالذات المكاريل. اغلبيه انواع السمك فيها حديد وفيها فيتامين ب وكمان فيها الزنك، فيها اوميجا 3، بس المكاريل بالذات فيه كميه حديد اكبر من باقي الانواع من الاسماك، فعشان كده يعتبر اختيار كويس جدا في علاج الانيميا. سادس حاجه برتقال، او اي حاجه فيها فيتامين سي زي الجوافه او اليوسفي او اي حاجه ثانيه، انه فيتامين سي بيساعد بشكل كويس جدا انه بيزود من امتصاص الحديد في الجسم، واحنا محتاجين في حاله الانيميا احنا بنزود من امتصاص الحديد في الجسم عشان نتخلص من الانيميا. عشان كده خلي اكلك فيه حاجات تديك فيتامين سي. سابع حاجه اللوبيا، وهي تعتبر من البقولات اللي سعرها رخيص وهتديك كميه حلوه من الحديد لو حطيتها من ضمن اكلك، وكمان ممكن تاكلها باكتر من شكل، وكمان هتوفر لك مصدر كويس جدا للبروتين النباتي. ثامن حاجه البسله، وهي تعتبر مصدر كويس جدا جدا للحديد، ده غير انها برضه مصدر كويس للبروتين النباتي لان فيها اغلب الاحماض الاساسيه اللي بيحتاجها الجسم كمصدر للبروتين. يعني البسله تعتبر مصدر كويس جدا للبروتين للناس اللي بتروح الجيم، كذلك الامر مصدر كويس جدا للحديد لعلاج الانيميا، ده غير ان فيها فيتامين سي اللي جبنا سيرته من شويه، وكذلك الامر فيتامين اي. تاسع نوع معانا الحمص. الحمص اختيار كويس جدا جدا في علاج الانيميا بسبب كميه الحديد اللي فيه، كذلك الامر ان فيه البوتاسيوم وفيتامين د وكمان فيتامين ب 6. 10 نوع اي اكل فيه الفوليك اسيد كمان ب 12. احنا قلنا من شويه ان الفوليك اسيد وفيتامين ب 12 مهمين جدا لتكوين كرات الدم الحمراء او خلايا الدم الحمراء، فان الاكل اللي فيهم الحاجتين دول زي السمك البلطي والكرنب والبروكلي والبطاطا، الاكلات دي بتساعدك انك تتخلص من الانيميا. بس في حاجات او احتياطات معينه تحطها في دماغك وانت بتعالج الانيميا. اول حاجه الاكل او المكملات او الادويه اللي انت هتاخدها عشان تعالج بيها الانيميا ابعدها عن الكالسيوم او منتجات القلب. انا مش بقول لك انك تبطل تشربهم او بطل تستخدم المكملات اللي فيها الكالسيوم، بس على الاقل ابعد وقتهم عن بعض. يعني مثلا انت لو بتتغدى النهارده كبده وهتاخد مكمل الحديد سواء قبل او بعد الاكل، ابعد عنه اللبن او اي مكملات فيها كالسيوم، لان الكالسيوم بيقلل من امتصاص الحديد في الجسم، وانت محتاج تمتص كميه كبيره من الحديد عشان تعالج بيها الانيميا. ثاني حاجه تبعد عن الشاي، لان الشاي برضه بيقلل
من امتصاص الحديد في الجسم، وانت محتاج اكبر كميه زي ما قلنا من الحديد انت تمتصها عشان تعالج بيها الانيميا. لان اغلب الناس اصلا اللي بتيجي تشتكي من الانيميا سواء هي او لعيالها بتلاقي انهم بعد الاكل مباشره بيشربوا الشاي على طول بمزاج يعني، فده بيقلل امتصاص الحديد وهتلاقي عندك الانيميا حتى لو كنت تاكل كويس، فده بيكون يسبب لك الانيميا بشكل مباشر. ثالث شيء، خلي الاكل او التمرينات الغذائيه اللي فيها فيتامين سي مع او قريبه من الوقت اللي انت هتاكل فيه الحاجه اللي فيها الحديد. يعني مثلا لو انت هتتغدى زي ما قلنا كبده من شويه، كل جنبها برتقان او انت خد المكملات الغذائيه اللي فيها فيتامين سي بعد الاكل ده عشان تزود من امتصاص الحديد في الجسم، لان فيتامين سي بيضاعف او بيزود كميه كبيره جدا امتصاص الحديد في الجسم، وده اللي انت عايزه عشان تعالج به الانيميا. رابع شيء، خلي اكلك خليط من الحاجات اللي احنا قلناها من شويه، ما بين الخضروات ما بين البقوليات ما بين الحاجات اللي بتوفر لك الحديد. الثلاثه دول مع بعض هيدوك ميكس كويس تاخد منهم كميه حديد كويسه وتمتصها جسمك بشكل فعال، وبالتالي انت هتعالج الانيميا بشكل اسرع. خامس حاجه، حاول تعتمد في المصادر اللي انت هتاخد منها الحديد على المصادر الحيوانيه زي الكبده واللحمه والاسماك، لان الحديد في الحاجات الحيوانيه دي بيمتص اسرع واحسن من الموجود في النباتات زي السبانخ وغيره. بس ده ما يمنعش برضو ان السبانخ وباقي البقوليات وباقي الانواع اللي فيها الحديد برضو مصدر كويس انك تاخد منها الحديد عشان تعالج بيها الانيميا، بس ما تمشيش عليهم لوحدهم. بس كده ده كان فيديو النهارده. ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب واللازم منه. تنزل تحت في الكومنتات تكتب انت عايز تشوف ايه فيديوهات على القناه الفتره الجايه. اشوفكم في فيديو جديد.